مساكم الله بالخير. ردا على النصراني المسيحي الذي أعطته دولة السويد الإذن لحرق القرآن وجرح مشاعر المسلمين، سأرد عليك اليوم بحرق الإنجيل بهذه الطريقة. سأحرق الإنجيل الآن لأرى مشاعر النصارى. ما رأيك بحرق الإنجيل؟ لولا الإسلام ووصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا في الحرب في القتال، لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا مسنا، ولا حرق الكنائس ولا هدمها ولا الصومعة ولا العابد الذي بالصومعة. إن أردت أن تفهم ما معنى الإسلام، هذا هو إسلامنا. نحن لن نحرق الإنجيل فقط احتراما لمشاعر الأطفال والنساء والرجال والنصارى الغير محاربين. نعم، هكذا يأمرنا ديننا. أما أنت أيها العراقي العربي فإنك لا تمثل إلا نفسك، لأن الدولة طلبت منك هكذا، أو جمعية معروفة التي تعمل الفتنة كل فترة وفترة بحرق القرآن. القرآن الله حافظه، نحن لا نستطيع حفظه. نحن ندافع عن قرآننا، عن ربنا، عن نبينا. نحن نؤمن بعيسى أكثر منكم، نعم نؤمن بسيدنا عيسى أكثر منكم. هكذا أمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لكل الدول التي تريد أن تشوه صورة الإسلام وأن تجعل من الإسلام إرهابا، سيأتي اليوم الذين ساهموا في حرق القرآن وخلع الحجاب عن المرأة المسلمة في بلادهم، سيأتي هذا اليوم لتخضعوا أمام كتاب الله المنزل القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.